كابتن محمد دلوقتي. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك كابتن عبنابي، وانت منور الدنيا والله كروان. ربنا يخليك كابتن محمد، عشرة العمر وعشرة الملاعب. ربنا يخليك يا كروان. يمكن عارف الكابتن وائل لما بيجيب لنا نجم من نجوم الزمن الجميل بيحسسنا ان انا كنت امبارح بشوفك في ملعب غزل المحله. ربنا يخليك في مباراه. ربنا يخليك يا استاذ عبنابي، وانت شخصيه جميله وموسوعه بصراحه يعني. ربنا يسعدك كابتن محمد. موسوعه والله. اتفضل يا كابتن عبنابي. يعني كابتن وائل عاوز اقول رساله: اوعى مونديال قطر ينسيك ملوك التلج. لا انا ما بنساش اهو، انت شايف احنا كل الناس قاعده سمعانا. اولا انا بقول للزميله كريم عبد الرحيم مدير تحرير موقع اخبارنا ورئيس القسم الرياضي، الحمد لله على السلامه والف سلامه عليكي. نورتي اذاعه شباب الرياضه وملوك الثالثه. ويمكن يعني تحت بند كده بقى كابتن ايمن دلبالة المشرف العام على الكره بنادي سبورتنج كاسل يتقدم باستقالته او اعتذار له. يعني حته الاستقاله دي ما بنحبش نقولها، بتبقى شديده قوي يا كابتن، فبنقول اعتذار. تمام. يعني تجديد الثقه ايضا ان مجلس الاداره جدد الثقه في الاسباني جونز لايت، لعب 6 مباريات 4 هزائم متتاليه ومكسب وتعادل. عشان كده يمكن الكابتن ايمن دلبالة انسحب في هدوء. ايضا الكابتن طارق محجوب المدير الفني لصيد المحله يستحق لقب الافضل هذا الاسبوع، ومعه العلامه الكامله المحله بالتاكيد، ومعه نجم بلديه المحله الكابتن طارق السعيد اللي كان تغيير عتبه سمنود، عتبه مجزيه لا مفعول السحر بعد رحيل دكتور ماهر عبد الحليم وتولي الكابتن طارق السعيد القياده الفنيه لنادي سمنود. 3 مباريات فوز متتالي ان شاء الله. يعني يمكن مجموعه ال11 بقى ونتائج هذا الاسبوع: صيد المحله يفوز على ترس الليال 2-0. سجل الهدفين هداف الفريق محمد الدسوقي ومحمد عشان يحتل صيد المحله المركز الاول 16 نقطه عن جداره واستحقاق. ايضا عاوز اقول ان نادي سمنود او مجلس اداره سمنود وافق على ان يكون ملعب سمنود لنادي صيد المحله لاقامه المباراه عليه، وان صيد المحله بالفعل لعب مباراه ترس الليان على ملعب سمنود اللي كان وشه حلو على كابتن طارق محجوب وفاز 2-0 وحافظ على صداره المجموعه. 100 خلف وعصمصون تعادل ايجابي 1-1. سمنود مع الكابتن طارق السعيد والفوز الثالث على التوالي يفوز على أشمون 2-0. سبورتنج كاسل وشباب 1-1. ولكن في نقطة هنا عاوز أقف عليها كابتن وائل، إن المدرب أو المدير الفني الأسباني جونز لايت أول مرة نشوف. يعني انت عارف الاسبان معروفين بكرة القدم، لما مدرب يجي بالدولار ويندفع له ويلعب 6 مباريات ينال 4 هزايم متتاليه ما شافش الدرجه الثالثه دي عندهم يا استاذ عبنابي. بالتاكيد، لكن هي تجربه. ولكن انا بقول ان الدرجه الثالثه دي لها ابنائها من ابناء الانديه اللي هم بيرضوا يعملوا في ظل الظروف القاسيه لهذه الانديه. اكيد. غزل شبين وقوسنا فوز غزل شبين بهدف نظيف على قوسنا. طبعا كابتن دلس بقى عارف يعني فرق المنوفيه والمجهود اللي بيقوم به الكابتن احمد ابو طالب الاعلامي الكبير ويعني المسؤول عن منطقه المنوفيه لكره القدم. كان الله في عونه. يعني مفيش ملاعب، مفيش دعم من الانديه ديت. منوف وشباب قطور تعادل ايجابي 3-3. يعني كده انا عاوز اقول لحضرتك ان صيد المحله يعني بيتصدر قمه المجموعه 16 نقطه. سمنود في المركز الثاني 13 نقطه. 100 خلف في المركز الثالث 12 نقطه. مباريات الاسبوع القادم ان شاء الله: شباب تلا وغزل شبين، اسمصون وسمنود، وسنا وصيد المحله، ترس الليان والماليه، شباب قطور وسبورتنج، اشمون ومنوف و100 خلف. باي هذه المباريات الثلاثاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عبد